بلشت رحلتي من مطار الشارقة باتجاه أرمينيا، وبعدها رح تبلش مغامراتنا بأرمينيا بين الطبيعة، التاريخ والأماكن اللي رح نكتشفها سوا. هلا والله، اليوم جديد رح نروح نفتل بيريفان العاصمة ونشوف كتير قصص موجودة هون بيريفان. بلشنا من قوس النصر ورحنا على أرمينيا، موجود داخل فيكتور بارك أو حديقة النصر. انحط التمثال بتاريخ 1967 وصممه النحات الأرمني آرا. المعنى الأساسي للتمثال هو أرمينيا كأم تحمي وطنها وشعبها. المرأة تحمل سيف ضخم وجنبها درع، وبيرمز للقوة والدفاع والصمود. والقاعدة الموجودة تحت هي مو بس قاعدة، هي بقلبها متحف عسكري، والمكان مرتبط بذكرى الأرمن اللي شاركوا بالحرب العالمية الثانية. وهون قدام أرمينيا في الشعلة الأبدية، وهي مو مجرد نار للزينة، هي قبر الجندي المجهول، والنار مشتعلة تخليدا لذكرى الجنود اللي سقطوا بالحرب العالمية الثانية. وموقع التمثال بياخد منظر بانورامي على يريفان. هلأ نحن موجودين بواحد من أشهر معالم يريفان، الكاسكاد. المكان عبارة عن درج ضخم طالع فوق المدينة، بس فعلياً هو أكثر من درج، في حدائق ونوافير ومنحوتات ومعارض فنية. فكرة المكان موجودة من سنة 1924، واليوم صار من أهم الأماكن اللي لازم تزورها بيوريفان. وكل ما نطلع لفوق منظر المدينة بيصير أحلى، وإذا الجو صافي ممكن نشوف جبل أرارات. نحن هلأ بالكاسكاد، مدرج الكاسكاد. هلا طالعين 700 درجة ان شاء الله نكمل لفوق. تعبت من الطلعة، كتير تعبت. اوف، لسه لهلا بيان عنا تقريبا النص لنوصل لفوق. رح نكمل، رح نوصل للأخير كمان. يلا. لسه مكملين لنطلع لفوق لآخر الشي رح نوصل. وهلأ تقريبا رح نوصل لآخر مدرج الكاسكاد. هي وصلنا لآخر الشي. شوفوا هون آخر مدرج الكاسكاد، منظر كتير حلو، تماثيل فيه، تماثيل كتير حلوة. خلينا نصورهم ونشوفهم. شو رأيكم؟ خلينا نتفرج. هون وصلنا للمنطقة، وصلنا. أنا عم باخد نفس
بصعوبة وصلنا لنهاية الكاسكاد. 700 درجة تقريبا، أنا ما عديتهم صح بس عم حاول كده. هلا خلصنا وطلعنا. طلعنا كل الدرج، مدرج كاسكاد، طلعنا من هون لنهاية المدرج ورجعنا عن طريق الدرج الكهرباء. كثير تجربة حلوة بس شوبت كثير. هلا بنزول شوي رطبت يعني أشوى من الطلعة كان شوب لأنه نحن رايحين الصبح تقريبا. نحن جايين هلا الساعة 12. الجو شوب هلا اليوم، كلها مي. يريفان كلها مي، يعني وين ما رحت في مي. المي اللي نازله من الجبال والمي اللي نازله كلها عباره عن ينابيع مي. هي يريفان وين ما مشيت فيك تشرب مي. اي مكان بتمشي فيه بالشارع فيك تشرب مي وين ما رحت بيريفان. طقس حلو اليوم، يعني هلا مو عبوق، هو شوب. في شوب درجة الحرارة تقريبا 30 يمكن. هلأ نحن بالسوق فيرنيساج، هو أشهر سوق مفتوح للحرفيين والفنون، والتذاكر بالعاصمة الأرمنية وقريب جدا من ساحة الجمهورية. بدأ بثمانينات القرن الماضي. كانوا الفنانين الأرمين يعرضوا لوحاتهم وأعمالهم على الهواء الطلق، وبعد توسعه صار يضم الحرفيين والبايعين التحف والهدايا. اسم الفيرنيساج هو أصله فرنسي وبيستخدم عادة لافتتاح أو عرض الأعمال الفنية. الشيء الحلو انك بتحس انك عم تتمشى بأجزاء من الثقافة الأرمنية. بتلاقي حفر على خشب، شطرنج وطاولات مصنوعة يدويا، خزف، سجاد، فضة ومجوهرات، ألعاب ولباس أرمني، وآلات موسيقية، عملات وميداليات قديمة. السوق بيمتد تقريبا من عند مترو ريبابليك سكوير باتجاه فاردان ماميكونيان، يعني إذا مشيت فيه للآخر بتوصل لمنطقة التمثال. الموقع الرسمي للسياحة بيريفان بيذكر إنه مفتوح تقريبا من الساعة 10 ل6 المساء. نحن هلأ خلصنا من سوق الفيرنيساج وفي تمثال. خلينا نشوف هذا التمثال، رح قلكن مين هو. ونحن هلأ موجودين عند فاردان ماميكونيان، هو أهم بطل تاريخي بأرمينيا. تمثال فاردان ماميكونيان واحد من أهم الأبطال القوميين بتاريخ أرمينيا. قاد الأرمن بسنة 451 ميلادي بمعركة أفاراير دفاعاً عن دينهم وهويتهم، ورغم أنه قتل بالمعركة بقي اسمه رمز للمقاومة والشجاعة عند الشعب الأرمني. هلا خلصنا نحن الفيرنيساج وهلا نازلين نتمشى بشارع نورث افنيو. خليكن معي وخلينا رح اترككم هلا تشوفوا الشارع، تشوفوا الاجواء تبعه. نورث افنيو من اشهر شوارع المشاة الحديثة بوسط العاصمة يريفان، وبيوصل بين ساحة الجمهورية ودار الأوبرا. طوله حوالي 450 متر، عرضه تقريبا 27 متر. الفكرة الأصلية للشارع بترجع للمهندس الأرمني ألكساندر ضمن مخطط يريفان بعشرينات القرن الماضي، لكن المشروع ما تنفذ وقتها. بدأت أعمال البناء سنة 2002، وافتتح الشارع رسمياً بتاريخ 16 نوفمبر 2007.
اليوم الشارع مليان كافيات، مطاعم، محلات أزياء وبراندات وفنادق، وبالليل بيصير من أكثر مناطق وسط يريفان حيوية بسبب الإضاءة والناس والموسيقى وأجواء المشي. إذا وصلتوا لنهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس وحطوا لايك إذا عجبكم الفيديو، واكتبوا لي بالتعليقات شو أكتر شي حبيتوه وشو بتحبوا تشوفوا بالفيديو الجاي. شكرا كتير لكم إنكم كملتوا الفيديو للآخر، وبشوفكم بفيديو جديد قريبا.